السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم النهاردة يوم جميل قوي، كله طاقة ايجابية باذن الله يعجبكم. هنعمل احلى غدا وهننضف كمان مع بعض التلاجة عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. دخلنا هنا كده على التلاجة. طبعا انا سبتها كده كل يوم عايزة اغسلها معاكم. النهاردة بكرة لأ بعده مش عارفة ايه. فقلت لأ انا هخليها كده لما تتبهدل كده شوية عشان يبان عليها ان هي ايه. يعني اعزكم الله موسخة كده. فعشان انضفها معاكم عشان تلاقوا الفرق، انا ماني اقدر اجيبها تبقى تبقى مش متبهدله قوي. فهتقولوا لي ايه هي مش موسخه ولا حاجه، ما هي نضيفه اهي. فلازم ابين لكم ان هي ايه كانت متبهدله وهنضفها معاكم عشان تشوفوا الفرق. بس كده طبعا شلنا كل حاجه في التلاجة كده، الرفوف كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنوديها كده على الحوض ونغسلها مع بعض. لازم كده نجهز نفسنا لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان كده يا رب واحنا في احسن حال بإذن الله. دخلنا كده على الحوض، حطينا الحاجات وجبنا مية مايلة للسخنة شوية، وفيها معلقة خل كبيرة وبريل، وهنسيبها كده ايه نقلبها مع بعض كده عشان تبقى مرغوية، ونغسل بيها بقى ايه الحاجات بتاع التلاجة، الأرفف بتاع التلاجة. هنغسل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نغسلها كويس قوي الارفف وكل حاجة يعني. وطبعا مخليين فوطة كده على الجنب علشان نصفي عليها الحاجة اللي هنغسلها. كان زمان لما وما زلنا يعني لما يبقى داخل علينا رمضان او العيد ننظف بقى الروتين بتاع رمضان والروتين بتاع العيد. هو احنا مش قاعدين مستنيين رمضان او العيد عشان ننظف بيتنا، لا احنا بننظف من غير حاجة. ولكن هي فرحة اللي بنعبر بيها عن العيد وعن رمضان، هي ان احنا بننظف بيتنا ونشيل السجاد ونغسله ونعمل الحاجات الحلوة دي. بجد بيبقى تعب، بس انا واحدة من الناس ببقى مبسوطة قوي اني داخل علينا رمضان، داخل علينا العيد، وانا بعمل الحاجات دي. هي متعبة ولكن انا ببقى مبسوطة قوي قوي يعني. مين زيي؟ مين اللي زي كده بيبقى مبسوط وهو رمضان داخل وبيعمل مصالح كده ويعمل شغل البيت؟ حاجة حلوة والله وذكريات حلوة. ورمضان يعني جميل قوي قوي يعني. كل سنة وانتم طيبين. بس ياريت كده تشجعوني باللايك واشتراك في القناة لو مشتركتوش، عشان انا محتاجة الدعم منكم ومحتاجة يعني الى حد ما نكبر كده. علشان شروط اليوتيوب طبعا انتوا عارفين انها صعبة قوي، فلازم تساعدوني وتشجعوني. والله انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. وان شاء الله بيكم كده قناتنا تكبر. بس لازم كده تشجعوني باللايك واشتراك في القناة لو مشتركتوش، عشان القناة بتاعتنا تكبر. فاللايك بيفرق والله، بالله عليكم لازم تعملوا اللايك. علشان والله ومش هيعمل لك حاجة يعني، انتي ده زرار صغنن كده، لما تعملي اللايك مش هيعمل حاجة، بس بيفرق معايا انا عشان بيرفع الفيديو شوية عشان يتشاف يعني. طبعا غسلنا كده حاجات التلاجة بالشكل ده وسيبناها تتصفى، وهنمشي بقى ايه للتلاجة. هنعمل لها خليط كده زي اللي عملناه للرفف، وهنغسلها غسلة كويسة برضو بالسفنجة زي ما انتوا شايفين كده. نغسلها كويس قوي قوي يعني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا التلاجة ما ينفعش نغسلها بسلكة والكلام ده، فهي اسفنجة تكفي يعني. اسفنجة كده حلوة تكفي يعني، وهتنضفها لان هي مبتبقاش محتاجة يعني غسل، يا دوبك حاجات بسيطة كده زي ما انتوا شايفين. من فوق بقى ومن كل حتة ما تسيبيش حاجة، يعني تنظيف عميق. مادام مديتي ايدك في الحاجة اتقني الحاجة اللي هتعمليها عشان تريحك بعد كده. طبعا هنغسلها كده غسلة عميقة من فوق ومن تحت ومن كل حتة، غسلة حلوة يعني.
انا قبل كده قلت لكم انا بحب فيديوهات التحفيز عشان تحفزني كده على المصلحة. فقبل ما كنت اغسل من زمان ده، قبل ما اغسل التلاجة احب اشوف فيديو غسل التلاجة، تلاقيني بعد ما خلصت الفيديو اروح امسك التلاجة اقلبها من فوقها لتحتها. بجد يعني، فانا بحب اشارككم معايا الحاجات دي، لان اكيد في ناس زيي بتحب الفيديوهات اللي زي كده. طبعا غسلنا التلاجة كويس قوي قوي، فجبنا فوطة كده ناشفة وهننشف بقى بيها، هننشف بيها التلاجة بالشكل ده. طبعا في الوقت ده كانت الحاجة صفت بتاع التلاجة، وكده بعد ما خلصنا جميلة قوي، بقت بيضة كده قشطة ما شاء الله. طبعا كده ايه، جبنا الحاجة وقعدنا نركب فيها الرفوف بتاع التلاجة، ركبناها كده زي ما انتوا شايفين، حطينا كل حاجة فيها ورجعناها مكانها بعد ما اتصفت طبعا لازم، ورجعت القمر عروسة من جديد، جميلة قوي ما شاء الله. طبعا انا بعد ما بغسل التلاجة لازم بعد ما اغسلها كده احب احط فحماية في باب التلاجة وفحمة في باب الفريزر يعني، زي ما انتوا شايفين كده بتحوش اي ريحة تحصل يعني من التلاجة بعد كده. طبعا بقى دخلنا ايه نفكر هنعمل غدا ايه بتاع، فلقيت كده ايه كيسة سمك، طلعتها على طول، سمك بلطي كده حلو، مش كبير ولا صغير، وسط حلو ده بيبقى جميل قوي. جبنا بقى ايه توم مهروس على فلفل احمر، وكمان جبنا توم مهروس على فلفل اخضر. هتشوفوا احنا هنعمل بيهم ايه، بجد الفلفل الاحمر يا جماعة بيدي طعم تحفة تحفة للسمك، لازم تجربوه، ما ينفعش تبقوا قاعدين كده من غير ما تجربوه، جميل قوي. طبعا عصرنا زي ما انتوا شفتوا كده على الفلفل الاحمر والثوم ليمونة، وعلى الفلفل الاخضر والثوم ليمونة برضو. هنحشي بقى السمك بالفلفل الاخضر والثوم، هنغطسه كده في الدقيق. الدقيق ما فيش ولا اي حاجه، ولا ملح ولا شطه ولا اي حاجه، عشان ما اكدبش عليكم ما حطيتش عليه اي حاجه خالص، عشان هنتبله بالتتبيله تكون متحنطه وفيها كل التوابل. طبعا هنعمل الكميه كلها بنفس الطريقه دي. بجد كانت اجمل طريقه للسمك، كانت جميله قوي. انا شايفاكي اللي لسه ما حطيتيش اللايك، مستنيه ايه؟ يلا بقى انزلي اعملي اللايك عشان الفيديو بتاعنا كده يوصل لأكبر عدد من الناس، وتشجعيني كده بالاشتراك في القناة لو مشتركتيش، والقناة بتاعتنا تكبر، عشان انزل لكم حاجات حلوة يعني ووصفات حلوة كتير كتير كتير، فما تبخلوش عليا بقى باللايك. طبعا عملنا الكمية كلها بنفس الطريقة، وجينا هنا بقى ايه على البوتاجاز. شايفين الطاسة دي اللي متابعني طبعا عارف ان الطاسة دي اللي احنا رجعناها عروسة من جديد. لو ما شفتيش الفيديو بتاع تنظيف الطاسة ارجعي في القناة بتاعتنا وانتي هتلاقيه. نضفناها كده وحطينا بقى فيها زيت، خليناه يبقى يتقدح كده لما يسخن قوي، ونزلنا بقى بالسمك، وهننزل كمان بقشرتين من الليمون عشان يعني بيساعد انه مفيش ريحة زفارة او ريحة اي حاجة تطلع في الشقة من السمك. هنقلبه بقى على الجنب التاني. طبعا كده بعد ما استوى بقى
قطعنا خضرة كده في الطبق، كزبرة وبقدونس كده مع بعض، بتبقى طعمتها جميلة قوي لما تقدري تاخدي منها يعني كده مع السمك، بتبقى تحفة. جربيها تعجبك. هنطلع بقى بالسمك كله زي ما انتوا شايفين كده. هنطلع طبعا الليمون اللي حطيناه في الاول، عشان كده هيتحرق او خلاص خدنا منه النتيجة اللي احنا عايزينها. وهننزل بقى بالسمك ثانية. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تفتكريني كده باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا الجرس والقناة بتاعتنا تكبر بيكم بإذن الله. طبعا هنا السمك بتاعنا اللي طلعناه هننزل عليه بالتتبيلة. التتبيلة دي فلفل أحمر وتوم مهروس كده مع بعضه أو في الكبة، وتحط عليهم كمون وشطة وليمون وملح. بتديها طعم يا جماعة تحفة تحفة تحفة، لازم تجربوه. الفلفل الأحمر مع التوم على السمك تحفة تحفة يعني. طبعا هنا بعد ما خلصنا كده هنطلع السمك الباقي. بس كده خلصنا. هنصفي بقى قشر الليمون وكده، وهننزل بقى بالعيش. لازم نحمص العيش كده في الزيت بتاع السمك، بجد تحفة زي بتاع المطاعم بالظبط. بتشوفوا المطاعم لما بتحمص كده عيش مع بعد السمك وكده تديك طعمة تحفة. السمك ده جميل قوي. انت عايزة تاكليه كده مقرمش مع الطحينة، تحفة 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 يعني. لازم تجربوه برضو. طبعا احنا متعودين ان الاكل لازم كده تعملي التحابيش اللي جنب الاكل، مش الاكل التقليدي. لازم تغيري وتنوعي كده عشان العين بتاكل قبل البق، واي حد بيحب التحابيش كده اللي جنب الاكل. طبعا هو مبياخدش وقت، فانت لازم تبقى واقفة جنبه عشان ما يتحرقش منك. هو على طول كده ما بيتحمر وبيطلع ما بيكملش يعني دقايق. هنصفيه كويس ونحطه بقى في طبق زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى بعد ما خلصنا عملنا سلطة خضراء وطحينة، وبجد كانت احلى عشوة او غدوة. بجد كانت اكلة سمك جميلة قوي قوي يعني. طبعا العيش اللي حمرناه كده، حمصناه كده في الزيت، حطينا عليه شوية ملح وشوية كمون، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك واشتراك في القناة لو ما اشتركتيش، وتشيروا كده الفيديو عشان يوصل لكل الناس، وتشجعوني كده، وبإذن الله انزل لكم حاجات احلى واجمل بكتير. وهنا الفيديو بتاعنا خلص، واقول لكم سلام.